السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة فوكسي سبورت. اليوم جيت نهضر لكم على الماتش اللي غيجمع ما بين المغرب و البرازيل في افتتاح كأس العالم نهار السبت في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي. المقابلة غادي تكون صعيبة، سورتو غادي تجمع ما بين المرشحين الأبرز في هذه المجموعة باش يمروا. المنتخب البرازيلي كيحتل المركز السادس عالميا، المنتخب المغربي كيحتل المركز السابع عالميا. المنتخب البرازيلي كيقودو الداهية كارلو أنشيلوتي 5 د المرات تشامبيونز ليغ وينر، مع 2 المرات مع اي سي ميلان، 3 د المرات مع ريال مدريد. عندنا كذلك المنتخب المغربي، عندنا وهبي اللي فاز بكأس العالم يو 20 مؤخرا، وكي ومدرب اللي عنده بزاف ما يقول تكتيكيا. بالنسبة للمواجهة غادي تكون بالنسبة للمواجهة عندنا المنتخب البرازيلي عنده في الأغلب غادي يدخل بالتشكيلة التالية. غادي يكون أليسون بيكر حارس ليفربول كحارس مرمى. في الجهة اليمنى غيكون دانيلو اللاعب السابق الجوفنتوس والحالي الفلامينغو. قلبي الدفاع أكيد ماركينوس لاعب باريس سان جيرمان وغابرييل لاعب أرسنال. في الناحية اليسرى غادي يكون ساندرو اللاعب السابق الجوفنتوس. في وسط الميدان كارلو أنشيلوتي كيعتمد بزاف على كاسيميرو، كيثيق فيه. كاسيميرو اللاعب ديال مانشستر يونايتد، وكذلك غيماريتش اللاعب ديال فريق نيوكاسل. قدامهم كيكون لاعب باكيتا لاعب ويست هام السابق واللاعب الحالي الفلامينغو. بالنسبة لخط الهجوم عندنا ثلاثي خطير، ثلاثي موهوب جدا. عندنا في الجهة اليمنى لاعب رافينيا لاعب برشلونة، وكذلك فينيسيوس جونيور لاعب باريس سان جيرمان على الناحية اليسرى. عندنا لاعبين اللي كيلعبوا عكس الأرجل ديالهم، وبالتالي فالفكرة هما أنهم يدخلوا أنصاف المساحات، يسددوا بالرجل المفضلة ديالهم. عندنا في قلب الهجوم في الغالب غادي يكون كونها مهاجم فريق مانشستر يونايتد. شفنا بان انشيلوتي ما عيطش على ريشارليسون لاعب اللي كان مهاجم في كاس العالم السابقه لاعب توتنهام. كاين لاعب هندريك لاعب ريال مدريد المعار لفريق ليون، قدم موسم اكثر من رائع مع ليون، برز الموهبه ديالو في اللقاءات التجريبيه، سجل اهداف وسجل كونتر مصر الهدف الثاني، وبالتالي فانه قد يكون خيار مهم جدا اللي غيجي من البونتوش وغيدخل يغير المقابله. بالنسبه للمنتخب المغربي مع المستجدات اللي كيعرفها المعسكر المنتخب المغربي، وسورتو الفقدان ديال اللاعب المهم جدا الزلزولي لاعب فريق بيتيس اللي تصاب في مقابله ديال النرويج من خلال الاصطدام اللي كان وقع له مع شادي رياض عن طريق الدفع ديال ستورلوك لشادي رياض اللي وقع على قدم ديال الزلزولي، وبالتالي تسبب له في اصابه بالغه اللي غادي تغيبه ما بين 4 حتى 6 الاسابيع، وبالتالي ما غاديش يكون متاح في اغلب مقابلات كاس العالم. وارتأى المدرب وهبي مع الطاقم الطبي والتقني انه يعوضوا باللاعب السباعي لاعب فريق اونجي الملتحق حديثا بالنخبه الوطنيه. بالنسبه من جهه اخرى كذلك عندنا نايف اكرد اللي كانت الاصابه طويله ديالو بوبالجي، غاب على فريق مارساي في النصف الثاني الموسم اغلب المقابلات. اختار يدير عمليه جراحيه باش يلحق بالمعسكر المنتخب ويكون متواجد في كاس العالم. الاستشفاء ديالو مازال كيمر في ظروف عاديه، غير هو ما غاديش يكون متاح 100% المنتخب الوطني في المقابلات الاولى، وبالتالي فالمدرب وهبي اضطر او لا قرر انه يستغني على نايف اكراد ويعوضه بسعدان لاعب فريق الفتح السعودي. هادو المستجدات المنتخب الوطني. كانت بزاف الاراء اللي كيطالبوا بالاتيان بلاعبين خارج اللائحه الاحتياطيه اللي كان وضعها السي وهبي، اللي كتضم 3 لاعبين هما السباعي وسعدان
والحرار الحارس. السباعي كان حاطو على اساس طالبي لما ما كانش قد يتعافى في الوقت المناسب غادي يعوضوا بالسباعي. وسعدان كان حاطو على نايف اكراد الى ما كانش يقدر يكون متواجد في كاس العالم باش يعوضوا. من جهه اخرى الحارس الحرار هو الحارس الرابع، وبالتالي فالحارس يمكن لك تعوضه في حاله اذا تصاب احد الحراس الثلاثه. كانت مطالبات بلاعبين امثال معما بوفال، كاين اللي طالب اخوماش، ولكن كنظن ان ستي وهبي مادام جاب معاه الامريكا هاد ثلاثه العناصر اللائحه الاحتياطيه ما يمكنش يعيط على شي واحد اللي خارج هاد اللائحه، اللي غادي يضطر ينتقل من المغرب لامريكا وغادي يضيع بزاف الوقت وما دخلش في المجموعه، ما دخلش في الاستعدادات المبكره للمنتخب الوطني في الاراضي الامريكيه. وبالتالي فكانت الامور واضحه من النهار الاول. بالنسبه للتشكيله اللي ممكن يدخل بها المنتخب الوطني، اكيد في حراسه المرمى عندنا ياسين بونو حارس فريق الهلال السعودي. في الظهير الايمن عندنا حكيمي غني عن التعريف لاعب فريق باريس سان جيرمان. في قلبي الدفاع اكيد شادي رياض وعيسى ديوب اللي قدموا ضمانات كبيره في المقابلات الاخيره، وسورتو مقابله النرويج اللي قدوا يحجموا من خطورات المهاجم الخطير المهاجم العالمي إريك هالاند اللي توصل بالكره فقط 4 المرات خلال 70 دقيقه، وهو رقم ضعيف جدا اللي ما كانش حصل من 2019 يعني عندما كان كيلعب مع فريق بروسيا دورتموند. وبالتالي كان شادي رياض وعيسى ديوب في الموعد. شادي رياض هو لاعب فريق كريستال بالاس اللي يقدر يحقق كأس المؤتمر الأوروبي مع الفريق ديالو ولعب المقابلة النهائية كأساسي، وبالتالي رجع الحساسية الماتشات. وشفناه في لقاء مدغشقر وكذلك في لقاء النرويج. عيسى ديوب بدا كياخذ وقت في الملعب مع المنتخب الوطني، بدا يبين على راسه انه ضمانه اكيده في وسط الدفاع المنتخب المغربي. بالنسبه للظهير الايسر عندنا المزراوي اللي غالبا هو اللي غادي يكون متواجد في هذا المركز رغم الاصابه الاخيره اللي كان تعرض لها في لقاء النرويج، التدافع مع ستورلوك لاعب فريق اتلتيكو مدريد اللي كان تسبب له في الاذى في الكتف ديالو، فهو كيتعافى. واخر الانباء كتقول انه يكون متواجد في اللقاء الاول ضد البرازيل، وبالتالي فالمزراوي غادي يكون في الرواق الايسر. كاين اللي كيفضل تواجد انس صلاح الدين بحكم انه الرجل المفضله ديالو الرجل اليسرى اللي خروج الكره بسلاسه اكثر، ولكن كنظن المستوى العالي ديال نصير المزراوي صعيب تخليه خارج القائمه ديال ال11. بالنسبه لوسط الميدان عندنا يونس العناوي اكيد لاعب فريق ايس روما، لاعب غني عن التعريف، وسط ميدان حديث كيعرف يخرج الكره، تقنيا مزيان، بدنيا رائع، جيد في الالتحامات الثنائيه في الكرات العاليه. بالنسبه للعناوي فهو ضمانه اكيده في وسط الميدان. ممكن يكون في الجانب ديالو بوعدي لان شنا هو اللي بدا اساسي في لقاء النرويج، وبالتالي بوعدي لاعب فريق ليل هو اللي غادي يكون متواجد غالبا الى جانب العناوي في دوبل بيفو. ممكن نشوفوا المرابط لاعب ستراسبورغ حتى هو لاعب اللي بين على مستوى جيد في اللقاءات الاخيره. المرابط كنستبعد ان المرابط يدخل، وبالتالي فكنظن تكون ما بين بوعدي او المرابط، فيما العناوي فهو ضمانه اكيده في وسط الميدان. بالنسبه للخط الوسط الهجومي عندنا أوناحي اللي في الغالب غادي يكون هو راس المثلث. كنعرفوا بان أوناحي في اللقاء الاخير ما قدمش واحد الاداء جيد، فقد بزاف الكرات، كان عنده ديشي بزاف في اللعب ديالو، بدنيا ما كي بدنيا ضعيف، بدنيا ضعيف شويه، وما كنعرفوا ان أوناحي ما كيمارسش الضغط والضغط العكسي،
وبالتالي في حاله ما اذا كنا بغينا نبدلوا اناحي لان المنتخب البرازيلي وبغينا نمارسوا الضغط على المنتخب البرازيلي، فخنوس كذلك هو واحد اللاعب متميز في عمليه الضغط والجيجن بريسين، الضغط العكسي، وجيد في الكره برجله كذلك. فهذا المركز كيبقى ما بين اناحي والخنوس، وفي الغالب غادي يكون اناحي. بالنسبه لثلاثي الهجوم عندنا ابراهيم دياز في الجناح الايمن، لاعب فريق ريال مدريد، اللاعب اللي في اللقاءات الاخيره كيسجل، قدم كاس افريقيا رائعه. اكيد غادي نشوفوا ابراهيم دياز في الرواق الايمن. وفي الجهه اليسرى هو الديلام الكبير اللي عند الناخب الوطني. فبعد الاصابه ديال الزلزولي عندنا طالبي هو اللي كيشغل هذا المركز. طالبي ما كانش واجد بدنيا، ما دخلش اللقاء ديال النرويج، رجع للتدريبات الجماعيه. واش غادي يكون ولا ما غاديش يكون في هذا اللقاء؟ فهو في الغالب غادي يكون هو اللي غادي يعوض الزلزولي في حاله ما اذا ما كانش طالبي. وشنو الخيارات المتاحه؟ كاين السباعي اللي عيط عليه مؤخرا الناخب الوطني، حتى هو يمكن يشغل هذا المركز اللي كيشغلوا مع فريق اونجي. عندنا ايمن ميموني لاعب فرانكفورت اللي كيقد يشغل الجناحين، اللي كيقد يلعب في الجناحين. عندنا كذلك السيباري اللي قد يلعب هذا المركز هذا. كذلك ممكن نشوفوا اناحي كما كيلعب في جيرونا، كيميل الاطراف. نقدروا نشوفوا خنوس كذلك اللي كيميل الاطراف بعض المرات مع فريق شتوتغارت. فهذه هي الخيارات المتاحه للناخب الوطني. نتمنى نتزاوجوا هذه المشكله ديال الغياب ديال الزلزولي اللي كنا شفناه كيفاش وجد بدنيا لهذه المنافسات، ضغط على راسو، كان كيمارس التدريبات ديالو بعد انقطاع الموسم، كان حاضر بدنيا، كان عازم انه يمثل المغرب في هذا الكاس باحسن صوره ممكنه. للاسف قدر الله وما شاء فعل، فاللاعب غائب اضطر الى مغادره لقاء النرويج وبالتالي مغادره كاس العالم. نتمنى نتزاوجوا هذه المشكله الزلزولي ونقدروا نوقفوا على رجلينا في الماتشات اللي جايه، ويكون لانيماسيون اوفونسيف، نقدروا نلقاو ميكانيزمات اللي تخلينا نكونوا ناجعين ضد فرق قويه كمنتخب البرازيل. بالنسبه لراس الحربه او راس الحربه الوهمي، كما كيفضل وهبي يلعب به، فغالبا غادي يكون السيباري، لان شفنا في المقابلات الاعداديه كامله كان السيباري هو المهاجم الوهمي، لا لقاء مدغشقر ولا لقاء النرويج، وبالتالي ففي الغالب هو اللي غادي يكون كراس حربه وهمي. عندنا خيارات اخرى كذلك، عندنا رحيمي اللي يقد يلعب حتى هو في الجهه اليسرى، يقد يلعب كافون سنتر وهمي. عندنا كذلك الكعبي، لاعب فريق باتينايكوس، لاعب فريق اولمبياكوس عفوا، اللي يقدر يشغل المركز ديال قلب الهجوم، هداف بطبعه، لاعب ديال البوكس. ولكن ما وهبي حاليا ما كيعتمدش على مهاجم ديال البوكس، كيفضل مهاجم متحرك، مهاجم حر. كذلك عندنا رحيمي كما قلت لاعب العين. عندنا كذلك خيارات اخرى، دياز مثلا ممكن يلعب كمهاجم وهمي كذلك. عندنا بزاف الخيارات اللي ممكن نلجؤوا ليها، فهو في الغالب غيكون لاعب بي اس في اندوفن. السيباري هو راس الحربه المنتخب الوطني. هذه قراءه في التشكيلتين الفريقين. لقاء البرازيل كيعودنا بذكريات اللي هي حزينه جدا، سورتو اللقاء اللي كان جمع بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي في كاس العالم فرنسا 1998. التواطؤ اللي التواطؤ او التخاذل اللي قامت به البرازيل كونتر النرويج في واحد اللقاء اللي كنتعشموا من البرازيل انها تخرج بالتعادل او لا فوز، وبالتالي وفي الاخير خرجت بخساره بواحد 0 بالهدف ديال فلو.
اللي قصى المنتخب المغربي رغم انه حصل على 4 النقاط وكان قدم اداء جد رائع. سورتو اللقاء الاول اللي كنا نفوزوا فيه كونتر النرويج وخسرنا باخطاء ساذجه من بن زكري وشيبو، وكذلك اللقاء الثاني اللي دخلنا مخلوعين من البرازيل والنتيجه ما كانتش كتعكس الاداء المقابله. المنتخب واللقاء الثالث اللي جمعنا بالمنتخب الاسكتلندي اللي قدمنا اداء اكثر من رائع، احد اجمل الاداءات اللي قدم المنتخب المغربي في تاريخ كاس العالم. للاسف البرازيل كانت تواطأت او تخاذلت الله اعلم وتسببت في الخساره الاقصاء ديالنا من كاس العالم. كنعقلوا على الحكم الامريكي كذلك اللي كان اعلن على ضربه جزاء ديال المنتخب النرويج اللي قصاتنا. للاسف اللقاء كيرجع بذكريات سيئه، وكنتمناو ناخذوا بالثأر ديالنا من المنتخب البرازيلي في هذا اللقاء هذا ونقدروا نربحوهم في اول لقاء في كاس العالم. تاريخ المواجهات بين الفريقين كانت 3 المواجهات سابقه. المواجهه الاولى كانت في 97 كانت في الاراضي البرازيليه، خسرنا ب2-0. اللقاء الثاني كان في فرنسا 98 كنا خسرنا 3-0. واللقاء الاخير كان بعد ملحمه قطر في 2023 وكنا فزنا ب2-1 في ملعب طنجة الكبير. الان اللقاء الرابع اللي نتمناو ان المنتخب الوطني يكون عند حسن الظن ويقدر يفوز في هذا اللقاء ويرجع لنا الثأر ديالنا من المنتخب البرازيلي. هذا ما كان، هذه التشكيله اللي كنتوقعوا تدخل في اللقاء ديال البرازيل. كانت قراءه في تشكيله الفريقين، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك، سبسكرايب